يا ترى ايه اللي خلى جيش كامل يختفي في نص صحراء مصر من غير ما يسيب وراه اي اثر؟ هو فعلا لعنة الفراعنة قتلت العلماء اللي اكتشفوا مقبرة توت عنخ آمون؟ وازاي مدينة كاملة غرقت تحت البحر واختفت آلاف السنين؟ وكمان ايه حكاية النور اللي ظهر فوق كنيسة في القاهرة وشافوا آلاف الناس؟ لو نفسك تعرف إجابة كل الأسئلة دي خليك معايا للآخر. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتسيب لي تعليق تقول لي أنهي قصة شدت انتباهك أكتر. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي عشان يوصلك كل جديد. نبدأ بأشهر قصة العالم كله اتكلم عنها، لعنة توت عنخ آمون. سنة 1922 اكتشفوا مقبرة الملك توت في وادي الملوك، وبعدها على طول ناس كتير من اللي شاركوا في الاكتشاف حصل لهم حوادث غريبة، وفيه اللي مات فجأة. الجرايد ساعتها سمتها لعنة الفراعنة، إنما الدراسات الحديثة بتقول إن جوه المقبرة كان فيه إشعاعات قوية وجراثيم خطيرة ممكن تقتل أي حد يتعرض لها. يعني السؤال، دي كانت لعنة بجد ولا مجرد الطبيعة اللي بتحمي أسرار الملوك؟ ندخل على القصة التانية، الجيش اللي اختفى. المؤرخ هيرودوت حكى إن الملك الفارسي قمبيز بعت جيش ضخم عشان يغزو واحد سيوة، بس الجيش كله اختفى فجأة في نص الصحراء الغربية. اللي اتقال إن عاصفة رملية رهيبة بلعتهم، ومن ساعتها محدش لقى أي أثر ليهم. ولحد النهاردة البعثات الأثرية بتدور ومفيش أي دليل واضح. يا ترى الصحراء فعلا ابتلعتهم ولا في سر لسه مستخبي؟ نروح بقى للمدينة الغارقة في اسكندرية. الغواصين اكتشفوا تحت المية مدينة كاملة، معابد، أعمدة، تماثيل ضخمة. المدينة دي اسمها هيراكليون، وكانت زمان مركز تجاري مهم، بس اختفت بالكامل وغرقت تحت البحر. هل السبب زلزال ضخم ولا حاجة أكبر من كده؟ أما القصة اللي بعدها فهي ظهور العذراء في الزيتون. سنة 1968 آلاف من أهل القاهرة شافوا نور قوي فوق قبة كنيسة السيدة العذراء في الزيتون. ناس كتير قالوا إنهم شافوا العذراء نفسها، والأغرب إن الصور اتوثقت والدولة وقتها اعترفت بالموضوع رسمي. حتى الرئيس جمال عبد الناصر سمع وشاف التقارير بنفسه. يا ترى دي كانت معجزة ولا في تفسير علمي ورا الظاهرة دي؟ وآخر قصة معانا أول إضراب في التاريخ. في عهد رمسيس الثالث عمال دير المدينة اللي كانوا بيبنوا مقابر الملوك قرروا يسيبوا الشغل. ليه؟ علشان القمح اللي بيقبضوه اتأخر. كتبوا شكواهم وسجلوا أول إضراب جماعي في التاريخ البشري كله. يعني حتى من آلاف السنين المصريين كان ليهم كلمة وبيعرفوا يطالبوا بحقوقهم. القصص دي بتأكد إن مصر مش بس بلد تاريخ، دي بلد أسرار وأحداث لحد دلوقتي محدش قادر يفسرها كلها. قولولي بقى في التعليقات أنهي قصة حسيتوها أغرب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان لسه عندنا